صباح الخير خوتي، صباح الخير، تحياتي لكل الناس، تحية لكل المتابعين، لكل الجزائريين، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. بعد الانتصار اللي حققته إيمان خليف متابعينا الكرام، ثم على بالكم باللي عطاف تجاهل فرنسا والتقى بممثل من منظمة التعاون الإسلامي وتجاهل دعوة ماكرون. رئيس الجمهورية تجاهل طبعا ماكرون وقام بإلغاء الزيارة. هذه العقوبات كلها تحدثنا عليها، لكن سوف نتحدث متابعينا الكرام على العقوبات التي جهزتها الجزائر من أجل الرد على فرنسا، على فرنسا بنت الكلبة كما أسميها دائما وأبدا. هذه أوراق الجزائر لتأديب ماكرون. هكذا إذا عنونت جريدة الشروق. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير. صباح الخير خوتي، الناس اللي راهي تبكر، صباح الخير خوتي، تحياتي لكل الناس، لكل المتابعين، اهلا وسهلا بكم. اذا بعد التحول الغبي جدا جدا بعد التحول الغبي جدا الذي طرأ على موقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية، يتطلع المراقبون إلى ردة الفعل الجزائرية وطبيعتها كيف ستكون. هل سوف تستخدم الجزائر سلاح الغاز من أجل تأديب وترويض فرنسا، أم هناك حل آخر ينتظر الفرنسيين؟ لأن الفرنسيين متابعينا الكرام دائما ما يهابون الدولة الجزائرية، يهابون كل ما هو جزائري. إذن وذلك استنادا إلى البيان الجزائري شديد اللهجة الذي عمم في وقت سابق، والذي نشرته الجزائر في جميع مؤسساتها، والذي تم تلخيصه في العبارة الشهيرة: ستتخلص الجزائر أو ستستخلص الجزائر كافة العواقب والنتائج التي قد تنتج عن هذا القرار الفرنسي، وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن العقوبات التي سوف تفرضها الجزائر على فرنسا وكلابها الذين ينبحون دائما على أسيادهم الجزائريين. أنا على بالي الكثير من الإخوة راح يقول لك: انتم الجزائريين راكم تعيشوا الأحلام، الجزائر لن تستطيع معاقبة فرنسا، فرنسا أقوى من الجزائر. المهم الكلام التافه والكلام الفاشل والكلام الذي ما عنده حتى معنى، ما عندوش طعم، الكلام الغبي، غباء العياشة وغباء ابن بوسبير. هل تعلمون متابعينا الكرام بأن الجزائر الآن اتخذت أقوى قرار لحد الآن، وهو قرار طرد الشركات الفرنسية اللي حطيناه قبل يومين وثلاثة؟ نبرة التهديد في هذه العبارة واضحة ولا يخطئها أي مراقب. ولكن السؤال الذي يطرحه الجزائريون والعياشة، لأن العياشة راهم ولاو جزائريين، العياشة الآن أصبحوا يعيشون حياة الجزائر، وأصبحوا ينتظرون كل قرار يخرج وكل قرار ينجر. العياشة أصبحوا الآن يعيشوا حياة الجزائريين أكثر من الجزائريين. تلقى مثلا أي واحد تلقاه هكا تقول له السلام عليكم، تقول له فوالا قال الجزائر راح تقطع علاقتها مع فرنسا ولا عندنا مشكل مع فرنسا، يقول لك عندنا مشكل مع فرنسا؟ ما عندناش مشكل مع فرنسا. بصح واحد مروكي تسقسيه تقول له شكون هو الجنرال اللي داروا تبون جديد، يقول لك. تقول له شي العلاقات الجزائريه الفرنسيه، يقول لك. بس لو كان تسقسيه تقول له شكون هو الجنرال المروكي اللي تقتل، وشكون الجنرال المروكي اللي داروا الانشقاق في صفوف العياشه، ما يقولكش، لانهم خايفين، لان العياشه لا يريدون ان يعترفوا بانهم في عداد الموتى. وفق مصدر دبلوماسي تحدثت طبعا الى القناه، قال: فإن هناك الكثير من الأوراق التي ستستخدمها الجزائر وتلعب على معاقبة باريس. البعد الاقتصادي أولا، المتعلق بالذاكرة، فضلا عن أخرى لها علاقة بالبعد الهوياتي، والتي لا تقل على أهمية طبعا وخطورة في نظر الفرنسيين من الورقتين السابقتين. من دون أن تستعجل الجزائر قرار الرد، فإن أول الأوراق الجاهزة كما قلنا هي طرد الشركة الفرنسية توتال الفرنسية، ومنع يعني راح ينوليو العقد تاعها 2025، يعني كي يكمل في 2025 سلام عليكم، هز حكايتكم قوه ديال الفرايا الفرنسي، هز حكايتكم شي. نعم، قال لك هنايا معاقبه باريس من دون ان تستعجل قرار الجزائر، طبعا قرار الرد، فان اول الاوراق طبعا ما يتعلق بالماضي الاستعماري لباريس في الجزائر والجرائم التي ارتكبتها فرنسا، الجرائم، ملف الجرائم وملف ورقه تجريم فرنسا. راح نقول لكم هاد العفسه على بالي اغلب الجزائريين بالك ما يعرفوهاش. على بالك باللي لو كان تعترف فرنسا بالجرائم تاعها، هل تعلم بانه راح تبقى تسلك الديون للجزائر مدى الحياه؟ هل تعلم بأن فرنسا بنت الكلبة هذه مجرمة الحرب التي ارتكبت أكبر مجازر في التاريخ البشرية، أكثر من 8 ملايين شهيد راحوا من أجل أن نسترجع هذا البلد. أنا ما أقولكش راحوا ضحية، لكن شهداؤنا عند الله نحتسبهم طبعا،
واستشهدوا من أجل هذا البلد العظيم. لو كان الجزائر تحرك ورقة الاستعمار حسب بعض الخبراء، فإن طبعا التي تم استحضارها في كل مرة، غير أن حصول توافقات في آخر لحظة يتم تأجيلها إلى حينها. يبدو أن اللحظة الحاسمة قد حانت هذه المرة لتفعيلها دون تردد. من هذا المنطلق لا يستبعد أن يشهد البرلمان بغرفته تفعيل مقترح مشروع القانون المتعلق بتجريم ممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر. برأي المصدر الدبلوماسي فإن الأسباب التي حالت في وقت سابق دون المضي في هذا المشروع لم تعد قائمة، ولا سيما بعدما قرر الرئيس إيمانويل ماكرون الذهاب بعدين في استهداف المصالح الجزائرية وضرب الأمن القومي للبلاد بإعطاء ما لا يملكه لمن لا يستحق، وفق المثل الذي استعملته وزارة الخارجية الجزائرية على لسان أحمد عطاف. ويشكل تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر بنص قانوني خارطة طريق معبدة لمسار طويل ستسلكه بقية الدول الإفريقية وغير الإفريقية التي عانت من ويلات وقهر وإجرام الدولة الفرنسية في القرن العشرين وما قبله، ولا سيما وأن بذور العداوة للنفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية قد نمت بشكل غير مسبوق، فقد اجتثت الوجود الفرنسي في منطقة الساحل بشكل مثير، كما فعلت الجزائر في مالي، نيجر، تشاد، بوركينا فاسو في انتظار البقية. وتتمثل النقطة الثانية برأي المصدر الدبلوماسي في مطالبة فرنسا بتخليص مناطق التفجيرات النووية في جنوب الجزائر من النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية، وتعويض الجزائر ماديا عن الأضرار التي سببتها تلك المتفجرات، وكذا المواطنين الجزائريين الذين أصيبوا بأمراض مميتة بسبب ذلك، وتمكين ذوي الموتى من تلك الحقوق، ولو تطلب الأمر رفع هذه القضية إلى هيئة الأمم المتحدة لإحراج باريس أمام المجموعة الدولية والكشف عن وجهها القبيح المزين بمساحيق شعارات الثورة الفرنسية التي لم تعد لها قيمة على أرض الواقع. طبعا بالنظر طبعا للممارسات في ماضيها الاستعماري الحافل بحروب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، ومن بين الأوراق التي لا يستبعد اللجوء إليها أيضا ورقة النفط والغاز بأسعار تفضيلية، وأن تعتبر فرنسا زبونا صغيرا للجزائر في مجال الغاز مقارنة بكل من إسبانيا وإيطاليا لاعتمادها الكبير على الطاقة النووية. فقد سعت جاهدة خلال السنتين الأخيرتين إلى الرفع من واردات الغاز الجزائري بنسب تقترب من 100%، إلى أن هذا الهدف لا يتحقق، طبعا مستحيل أن يتحقق، خاصة بعد تغيير الموقف السياسي. الجزائر خلاص، السلام عليكم، ورقة الغاز بدأت فعلا باستعمالها. بالإضافة إلى ذلك تبقى قضية الهجرة من بين الملفات التي ستضغط بها الجزائر على فرنسا، وكذا التضييق على الواردات الفرنسية. ممنوع، ما كانش الواردات الفرنسية مثل المواد الغذائية، المنتجات الصناعية، غير أنه بالمقابل سيحاول الطرف الفرنسي لعب ورقة مراجعة اتفاقية 68 وكذا ملف التأشيرة، وهي ملفات تنطوي على طبعا حساسية، لكنها لا ترتقي إلى قوة الملفات الجزائرية مثل الغاز وملف الجرائم ومحاسبة فرنسا وطلبها بتعويضات خيالية. ما زال يا فرنسا حان وقت الحساب، بعقل برك، فاستعدي وخذي منا الجواب. بإذن الله راح نمرمدوها وراح نجيبوا حق كل مواطن جزائري تأذى من فرنسا وأذنابها. السلام عليكم.